السلام عليكم، اهلا بيكم وازيكم. النهارده عندنا مراجعه جديده مكنه حلاقه عشان الحلقه اللي فاتت ناس كتير عجبتها، والحلقه اللي قبلها والحلقه اللي قبلها، والناس تقريبا مهتمه بالموضوع ده. قررت اجيب لكم مكنه من كيمي محبوبه الجماهير، وهي السوبر جروم كيت او اللي هي كيمي 600. فيها كل حاجه، بادي جروم وبيرد تريمر وهير تريمر. تعالوا نشوف هي فعلا حلوه وكويسه ولا لا، خصوصا ان سعرها تقريبا حوالي 1000 جنيه تقريبا، 60 درهم اماراتي. فتعالوا اقول لكم تجربتي معاها وتنفع للبادي جروم وايه المميزات والعيوب بتاعتها. البدايه بتيجي بتصميم كويس جدا، يعني المكنه نفسها بتكون تصميمها حلو قوي، وبيجي معاها 6 من الروز، في اللي هي البراش او الفرشه، ومش كبير 12 ملم، وهيد علشان خاطر البير تريمر، وهيد تاني عشان خاطر البادي جروم، وهيد تاني عشان ينعم لك مكان ما انت حلقت، وهيد تاني عشان لو في شعر حوالين الاذن او من ورا الاذن وكده، ونويز نوز تريمر او اللي هي بتاعه المناخير، شعر اللي بيبقى جوه الانف. وبيجي معاها كمان امشاط تانيه، وبيجي معاها القعده اللي بتشحن عليها، وبيجي معاها كيبل الشحن بتاعها، بتشحن تقريبا من 6 ل 8 ساعات شحن كامل، وبتبقى مقاومه للميه الى حد ما تستخدمهاش تحت الدش، لكن تقدر تستخدمها بالميه عادي مفيش مشاكل، وبتقعد معاك فترات طويله من ساعه لساعه ونص. فدي حاجه كويسه جدا، يعني انا بشحنها مثلا كل شهر مره مثلا، فدي حاجه كويسه قوي. بالنسبه لاستخدامي معاها، هي حلقه دقني بشكل حلو جدا جدا جدا. المكنه خطيره، بتشيل الشعر في ثواني، تقريبا بيبقى على الزيرو، هو مش زيرو طبعا بس بيبقى شبه الزيرو بالظبط، نص مثلا زي ما انتم شايفين قدامكم. وفي التنعيم برضو المكنه كانت كويسه في التنعيم، لا مش اقوى حاجه، كان في مكن غير دي استخدمته للتنعيم كان افضل منها بكتير. والهيد بتاع الانف برضو كويس، مش هقدر اقول عليه بيرفكت بس هو كويس. وبتاع الشعرات الصغيره ده مش احسن حاجه بصراحه. نيجي بقى للجامد اللي هو البادي جروم او الكيت بتاعه البادي. انت الكيت دي او اللي هي الراس دي او الاداه دي لما بتركبها المفروض عشان تحلق شعر الجسم كله، في الحتت الحساسه وفي الحتت اللي مش حساسه. انا جاي اقول لك ان هي في الدقن زي ما انت شفت كانت جميله جدا، الشعر قويه جدا. في الجسم لو انت حلقت بالكيت بتاعه الدقن اللي هي الكيت الكبيره دي مش الصغيره دي اللي هي الكبيره دي، هتتعور والله، هتتعور. مش تعور في المكان حساس، تعور في جسمك، هتتعور جرحه، ما بتهزرش موس. فبلاش تعمل كده، بلاش تجيبها وتعمل كده. لو بالصغيره فهي ممله جدا جدا جدا، بتقعد تعدي مره واتنين على المنطقه اللي انت بتحلقها. الاماكن الحساسه فريندلي ما بتعضش قوي، لكن طبعا انت لو رحت بدي فيعني نسال الله السلامه، ما تعملش كده عشان انت هتوحشنا بجد، هتوحشنا جدا، هتوحشنا كل حاجه فيك يا صاحبي، فما تعملش كده. انما الصغيره دي تمام لطيفه شغاله بتأدي الغرض، لكن ما رشحهاش كبادي جروم. يعني مثلا لو احنا جينا لبتاعه الفيليبس دي اللي احنا كنا عملنا عليها ريفيو، وهي بتيجي بمشط واحد عشان لو انت عايز مثلا تحلق دقنك او كده، فالفيليبس بالنسبه لي خطيره، احلى منها مليون مره بصراحه، احلى منها مليون مره. تقريبا الاثنين فيها سعريه فرق 1000 جنيه 500 جنيه تقريبا، بس دي هتقعد معاك كتير. يعني دي تاخدها وتخش تحت الدش وتحلق اماكن حساسه بقى، جسم، دقن، شغاله معاك وحلوه وقويه جدا بصراحه. فلو انا هقارن الاثنين ببعض، لا هقول لك الفيليبس، روح للفيليبس طبعا. اما الكيمي دي لو انت عايزها لدقنك تنعم الحته بتاعت دقنك، تحدد مش قوي بس تحدد شويه سيكه، تحلق سوالف بتاع الكلام ده، المكنه دي قويه اقوى طبعا من الكيمي بكتير، من الفيليبس بكتير. الكيمي هتبقى اقوى في الحته دي. اما لو انت عايز كله، لا الفيليبس مسكتها احسن، ما لهاش قطع غيار كتير. هي بتفتقد طبعا للي هي مثلا النوز تريمر او الحاجات دي كلها، بس يعني فيها كل حاجه. انت ممكن تعمل مقص مثلا او كده، لكن الاماكن حساسه والكلام ده اصلا ما تخاطرش. يعني انا بالنسبه لي دي احسن بكتير جدا جدا جدا. انما دي مسكتها كويسه وكل حاجه، وفيها زرار اون واوف، صوتها مش عالي. يعني مثلا بصوا اسمعوا صوت الاثنين، ده صوت الكيمي وده صوت الفيليبس، وده صوت الاثنين مع بعض. الفيليبس صوتها اعلى شويه لكن مش عالي، يعني الاثنين صوتهم واطي بصراحه. يعني لو مش عالي اللي هو يخلي الناس كلها تعرف انت بتحلق يعني، لكن انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم رشح دي. بالنسبه لدي 60 درهم ودي تقريبا 70 درهم، دي حوالي مصري، ودي تقريبا ب 1500 او 1200 جنيه مصري في بعض العروض. فلا انا اروح لدي بصراحه، اروح لدي امن وامان وكده. لكن دي لو انا عايز احلق دقني حاجه، كنا رجعنا مكن قبل كده من كيمي وفيجي ار برضو ممكن احسن منها وارخص منها كمان في السعر. جيشت معانا الكيمي 600 السوبر جرو، ما انصحش بيها قوي وما رشحهاش قوي، لكن ارشح الفيليبس لغايه دلوقتي. انت لو عايز تشوف مراجعه اي ماكينه حلاقه اكتب لي في الكومنتس وهقول لك ماكينه الحلاقه دي تستحق ولا هتوحشنا. لو اتفرج لغايه دلوقتي فشكرا جدا جدا جدا، وبشوف الحلقه لغايه دلوقتي، واعمل لايك للحلقه عشان توصل لاكبر عدد من الناس، حلقه كانت صغيره. سبسكرايب عشان تشوف مراجعات ماكينات حلاقه تاني، ساعات، سماعات، موبايلات، اي حاجه تكنولوجي جديده ان شاء الله اعمل لك عليها ريفيو واقول لك رايي فيها عشان اقول لك تستحق تشتري ولا لا بدل ما تلبس في الحلقه. شكرا ليك اتفرجت على الحلقه لغايه الاخر، شكرا، سلام عليكم.